اهلا بكل متابعين ابولو ليج. في بعض الحقائق لازم تتقال. الاهلي حاططها او مصرح بيها على خفيف كده، فقلت اطلع اقولها عشان تبقى الحقائق دي موجوده في عقول اللي بيسمعوا الفيديو. اول حقيقه ان الاهلي عايز يحافظ على قوام الفريق الحالي، ما يستغناش عن اي لعيب مهم عنده. تمام. تجنبا لاي مشكله ممكن تحصل لاي لعيب كاصابه مثلا لا قدر الله، زي اللي احنا وقعنا فيها في كاس العالم للانديه مع امام عاشور. وشفنا ازاي ان الفريق اتاثر في مركز امام عاشور بشكل مباشر، وكانت الدنيا هتفرق جامد بوجود امام عاشور لولا الحظ السيء. فالاهلي مش عايز يستغنى عن اي لعيب من اللعيبه اللي الفريق قايم عليه في الفتره الحاليه. ناخد كمثال وسام ابو علي. سام ابو علي جاي له عروض، 3 عروض بالتحديد، جاي له 3 عروض، بس كلها عروض ما توصلش او ما ارتقتش للمستوى اللي يخلي النادي الاهلي يدرس العروض ديت. احطها كمثال كده تبسيطا لكلامي. لو الاهلي حاطط، انا بقول كمثال، مش رقم اكيد، حاطط مثلا لوسام 10 مليون، فلو جت 9 مليون فبيبتدي العرض. لو جاي 9 مليون يبتدي يفكر او يدرس العرض. اقل من كده لا طبعا. دي الفكره مبسطه كده، حبيت ايه اوصل بيها المعلومه اللي انا عايز اقولها عن ال3 عروض اللي جايين لوسام، ان هم مش على قد الرقم او التارجت اللي الاهلي حاطه. في معلومات طلعت وقالت ان قفشه وحسين الشحات ماشيين رايحين اعارات لفرق تانية. دي حقيقه عايز اقولها، ان قفشه وحسين الشحات موجودين في النادي الاهلي. دي حقيقه، وده خبر اكيد من جوه النادي ومن جوه اداره النادي الاهلي، عدم الاستغناء عن قفشه وعن حسين الشحات الفتره الحاليه لاسباب اهمها ان هم لعيبه تقيله وخبره وبتفيد الفريق جامد جدا الفتره الحاليه والفتره اللي جايه كمان. الحقيقه اللي عايز اقولها الرابعه، ان مصطفى محمد مش محطوط في حسابات النادي الاهلي خالص. عشان بس الكلام اللي داير ان النادي الاهلي بيفاوض مصطفى محمد ومصطفى محمد هيتنقل للنادي الاهلي. لا، هو مش في حسابات النادي الاهلي خالص، على الاقل الفتره الحاليه. طيب، قائمه الاهلي اللي فيها دلوقتي 35 لعيب تم اعتمادها بشكل كامل بكل الاسامي اللي فيها بالسن القانوني. يعني ال 35 لعيب دولت، هل هيستمر بيهم ريبيرو الفترة القادمة؟ الإجابة لا. طيب أمال إيه؟ هيبقى في بعض اللعيبة هتخرج أعراض، والفترة اللي احنا فيها ديت اللي هو اليومين الثلاثة اللي جايين دولت، زي ما انا قلت في الفيديو اللي فات، ان هيبقى في اجتماعات غير معلنة بين الخطيب وبين الجهاز بشكل كامل والإدارة بشكل كامل، عشان ياخدوا قرارات في الأعراض ديت، وفي في أحوال اللعيبة اللي هي المفروض محطوطة خطة لإعارتها. زي مين مثلا؟ زي عندنا رضا سليم. رضا سليم عنده عرضين إعارة، واحد من سيراميكا كليوباترا والتاني من زد. وفي محمد الضو، ده جاي له عرض إعارة من نادي تونسي. ودولت بشكل يعني كبير مش موجودين فعلا في قوام الفريق، لان هم طبعا علاوه على انهم اجانب ومعديين الرقم القانوني لعدد قيد الاجانب اللي هم ال5. فعشان كده انا بقول لك بشكل كبير جدا او بشكل نهائي، يعني خلينا نتكلم كلام واضح، ان هم مش هيبقوا موجودين مع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، وهيتم عرضه.
طيب عندنا كمان كريم نيدفيد جاي له برضو عروض اعاره، وبس لسه النادي الاهلي بيدرس عروض الاعاره بتاعت كريم نيدفيد، وبنسبه كبيره برضو كريم نيدفيد هيطلع اعاره. وكذلك احمد رضا، ونفس الكلام على كريم نيدفيد. احمد رضا لسه برضو الكابتن محمود الخطيب ما اداش الضوء الاخضر في اعارته او خروجه من النادي الاهلي لاني فريق. احمد عبد القادر انا كنت اتكلمت عليه في فيديو سابق ان لسه باقي في النادي الاهلي، وهو اصلا العقد بتاعه لسه قدامه سنه. هو هيتحرك لاعاره ولا لا؟ غالبا يعني هي 50 50 لان هو يقعد او يخرج، بس هي الكفه رايحه لان هو هيخرج للاعاره، وده بشكل شبه اكيد وقريب يعني. طيب في النهايه هيصفي كام مع ريبيرو في التدريب؟ هيصفي تقريبا 27 لعيب من ال 35 اللي تم تأييدهم، يعني هيخرجوا اعراض. عايز اتكلم معاكم في حته سياسه جديده الاهلي طرحها في قصه اعاره اللعيبه دي. هي القصه كلها كانت الاول، او اللي احنا مستمرين فيها دلوقتي، ان اللي يتم اعاره اللعيب لاي فريق بيتم طلبه او بيتم عرض اللعيب ويبتدي يتسوق له من بعض الجهات في بعض الانديه فتطلب اللعيب. طيب ومقابل رقم مادي، يعني رقم مالي. طيب الاهلي دلوقتي قال او عمل يعني نظام للاعاره هيبقى جديد، خارجه القصه الماليه، يعني مش هيطلب فلوس في اللعيب اللي هيروح اعاره لاي نادي تاني. طب ايه اللي هيتم؟ هيتم التعاقد على، هيكون في شروط في العقد الاعاره بعدد مطوشه هتتلعب او نسبه من المطوشه بتاعه الفريق اللي هيجيب اللاعب ده اعاره عنده، وهيقول مثلا انا عايز اللعيب بتاعي ده يلعب 50% من المطوشه بتاعتك، او 40% من المطوشه بتاعتك، او 60% من المطوشه بتاعتك. انا عاوز الهدف بتاعي ان اللعيب ده مش تاخده تقعده على الدكه ومستواه يهبط، لا انا بالعكس، انا عامل الكلام دوت عشان اللعيب يشارك في الملعب ويبتدي مستواه يعلى، فبعد ما يرجع من الاعاره يرجع بمستوى اقدر اعتمد فيه عليه. انا شايف ده هيخلي الفرق واللعيبه الاثنين يبقوا مهتمين جدا بالقصه ان تعلي مستوى اللعيب، فبالتالي الفريق يعلى مستواه، ولما فتره الاعاره تخلص وترجع للنادي الاهلي تاني ترجع بمستوى يقدر النادي الاهلي يعتمد عليك. فكره كويسه جدا ويا ريت تتطبق. ديانج لا استغناء عنه الفترة اللي جاية نهائي، وإدارة النادي الأهلي اليومين اللي احنا فيهم دولت بكرة أو بعده بالكتير هتقعد مع اللعيب عشان قصة تمديد العقد مع اللعيب. هو خلاص يعني احنا برضو اللعيب فاضل في العقد بتاعه سنة موسم كمان، فالنادي الأهلي عايز يخلص القصة اليومين دولت مع ديانج استقرارا للامور بتاعت اليو ديانج في النادي الاهلي. هيتكلم معاه طبعا في التجديد وفي او التمديد، يعني تجديد وتمديد، ونشوف الامور الماليه معاه. طيب النادي الاهلي زي ما احنا قلنا هو واخد 18 يوم اجازه من ساعه ما رجع من امريكا، والمفروض ان هو هيرجع للتدريب يوم 14/7. طيب من يوم 15 او يوم 16 الفريق كله هيخش في معسكر خارجي في اسبانيا، تمام؟ والمفروض في الفتره ديت هيبقى فيه مباريات وديه مع فرق اسبانيه في خلال المعسكر ده. ايه هي الفرق ديت او مين الفرق ديت لسه ما اتحددش لغايه دلوقتي، بس هو الاكيد ان هو من يوم 15 او يوم 16 تاني يوم على طول من الرجوع من الراحه ان هم هيسافروا في معسكر مغلق في اسبانيا.
ريبيرو بالمناسبة ما خدش اجازته، ما سافرش، وموجود في مصر. بيحضر اجتماعات مع كابتن محمود الخطيب ومع المدير الرياضي ومع الجهاز الفني بتاعه، وبيطلع على ادق التفاصيل زي ما انا كنت قلت عنه ان هو بيهتم بالتفاصيل. فالراجل افضل ان هو يقعد وما يسافرش في الاجازه لبلده. طيب الفتره الحاليه الاهلي مركز جدا جدا في تدعيم خط الدفاع بتاعه. يعني احنا محتاجين في خط الدفاع النادي الاهلي سيرد باك، ومحتاجين لعيب باك ليفت ولعيب باك رايت. الثلاث مراكز دولت، او الثلاث لعيبه دولت مهمين جدا ان هم يتم التعاقد عليهم في الفتره الحاليه، خصوصا ان احنا خلاص يعني هنبدا موسم عايزين من اوله يبقاش عندك اي مشكله تعمل لك اي اعاقه في النتائج. فعشان كده النادي الاهلي مركز جدا في تدعيم الفريق في المراكز دي. من اول اللعيبه اللي خلاص اللي هي بقت خلاص تقريبا في النادي الاهلي، داخل خلاص النادي الاهلي، مش لسه في كلام. وكنت قلت قبل في فيديو سابق ان محمد شكري ظهير ايسر سيراميكا كليوباترا، النادي الاهلي بيتفاوض مع النادي بخصوص اللعيب دوت، وخلاص دلوقتي تقريبا 99% من اجراءات التعاقد مع سيراميكا كليوباترا في انتقال محمد شكري لصفوف النادي الاهلي. ونقدر نقول ودي معلومه اكيده، نقدر نقول ان محمد شكري خلاص في النادي الاهلي بشكل رسمي. في خبر ان عمر الساعي على لسان رئيس نادي المصري، النادي المصري البورسعيدي، ان هو خلاص خلص اتفاقه مع كابتن محمود الخطيب على انتقال او استعارة عمر الساعي عندهم. ويعني خلاص احنا المفروض بكره او بعده بالكتير قوي هيطلع رسمي خبر استعارة عمر الساعي او بيعه. يعني هو غالبا الكلام رايح في الحتتين، لا اما الاعاره لا اما البيع. وانا يعني برجح اكتر قصه الاعاره، لان النادي المصري طبعا عارفين الازمه الماليه اللي هو فيها، وهم كمان بيبنوا دلوقتي الاستاد بتاعهم بقاله فتره، فكل الدعم المالي رايح للجزء ده. فمتهيألي مش هيبقى فيه دعم مالي يغطي قصة البيع، خصوصا ان اللعيب ممكن الاهلي يحتاجه الفترة اللي بعد فترة الاعارة للمصري يعني. واشوفكم في فيديو قادم قريبا جدا.